خلصنا الكليتشة. كل عام وانتم بألف خير. تعالوا وياي نسوي كليشة العيد واشوف لكم طريقة العجين راح تعشقوها. لكم مقادير مال كيلو واحد وانتم بعد تعرفون شلون. المهم دا اشوف لكم اني طريقة شلون راح تسووها. هنا أنا عندي كيلو طحين، راح اخلي خاشوقة كوب معباية هيل، تقريبا من الربع معلقة حبة حلوة، خاشوقتين حليب مجفف، رشة ملح. كل كيلو طحين يراد له نص كيلو دهن. خليت زبد ودهن حيواني نزله فوق الطحين. هسه راح انزل دهن، حركة كلها هيجي لحد ما يصير شكله مثل شكل الرمل بركوب هاي الطريقة. اوكي شايفين؟ لازم يصير بهذا الشكل. يصير معلقة كوب تكون معباية خميرة. هخليه بالعجانة. هسه راح اخلي تقريبا كوبين حليب. العجين اخذ مني تقريبا 3 اكواب حليب. هنا جاهزة. يختمر شوية ونشتغل بيه. شوفوا العجين مالتي. نحضر العجين كله ونخليه هيجي. هنا أنا راح أسوي وياكم التمر همينة. خليت خاشوقة من الدهن المشبع بالسمنة. كمية راح أخلي خاشوقة مال كوب متروسة هيل، ربع معلقة حبة حلوة، ربع معلقة دارسين. الهيل لازم يكون أكثر ولازم يكون مطحون فريش. هسه راح أضيف عليه سمسم محمص تقريبا فنجان مال قهوة. أسويه على شكل طوبات التمر نفتحهم. نخلي واحد اللحظة. التمر كله صار جاهز. نحضر الجوز والجوز الهند. هنخلي شكر حسب الرغبة. نخلي هيل، اللي دارسين بس شوية. last step عندنا بياض بيضة خليه عليهم وتنطي طعم يخبل. بس بياض بيضة ما تخلون الصفار. العجين نسويه شوية بالكرامة. شلفها هيجي وراح اقصها على مود لا تطلع وياي هواية ثخينة. هسه نسويهم هيجي كلهم على مود لا ينفشون وهمين على مود المنظر يكون احلى. انا سويت بيض حليب وفانيلا على مود ندهن الكليتشة بيهم. شو مسحهم بهاي الطريقة. هسه نخليها بالفرن على اعلى درجة حرارة.